تخيل تبقى اضعف طالب في المدرسه وكل الناس بتحتقرك علشان ما عندكش اي قوه، وفجاه تكتشف لعبه لما بتتطور فيها بتزيد قوتك في الحقيقه. يا ترى ازاي هتستعملها وازاي هتاثر على مستواك؟ ده ايه اللي هنعرفه في قصتنا النهارده، قصه من اجمد القصص وهي قصه بطلنا تشو. وتعالى اقولك الحكايه. تعال. في الحلقه اللي فاتت بيقدر بطلنا تشو ينجح في الاختبارات بالرغم من محاولة أعدائه إنهم يمنعوه، لكن حاليا بيحاول تشو يتعلم فن قتالي اسمه السجل الشيطاني عشان يطور من مستواه. يا ترى هيعرف يتعلمه؟ ولو اتعلمه هيستعمله ضد مين؟ فلو عايز تعرف القصة تابع الفيديو للآخر. وبيقرا تشو الكتاب اللي فيه الفن القتالي لحد ما بينام، وتاني يوم بيكمل قرايه لكن بيكتشف انه نسي كل اللي قراه امبارح، فبيقراه تاني وفي كل مره بيسيب فيها الكتاب بينسى كل اللي قراه. وبيتصل شوان بتشو وبيعرض على تشو يدخل معاه نفس الكليه وهي كليه الغروب. والكلية دي اكتشفت عالم بعدي فيه كائنات غريبة، وبيواجه تشو في اللعبة حشرات طائرة وما بيقدرش يهزمها. وبيقابل شوان وبيقول له ان في كلية الغروب اكتشفوا كائن نادر في العالم البعدي، واللي اكتشفوه يقدر يعالج الانسان، وفي ناس كتير تتمنى انها تسيطر عليه، وعشان يوصلوا للكائن ده لازم ينضموا للكلية وقتها. فبيوافق تشو وبيقول له شوان ان تايان وجيانج هينضموا ليها كمان، وبيروحوا هما الاتنين للكلية في مدينة ليويانج، ودي مدينة ملك لعائلة تايان. وبتعرف شرطة الاتحاد ان تشو قابل ديوكشيان فبيراقبوه. وفي الطريق بيكمل تشو قراية السجل الشيطاني وفجأة بيلاقيه اتكسر واختفى، وبيلاقي هالة حواليه وده معناه انه خلصه بالكامل. ولما بيفتح اللعبة بيلاقي الفن القتالي جديد موجود فيها احصائيات ان قوته زادت، وبيوصلوا هما الاتنين لبيت شوان. وفي البيت بيجي تليفون لشوان بنعرف منه ان اخوه عايزه، وبيتدرب تشوف البيت على حركة جديدة اسمها الكف العظمي عشان يقتل بيه الحشرات الطائرة. ولما بيبدأ اللعبة بيجرب الحركة الجديدة وبينجح وبيجربها على فارس العظمي وبيقدر يغلبه لوحده. وبعد كده بيقابل أخت شوان سويين ويتعرف عليها وبيطلب منه مساعدته، فبيروح معاها لكلية الغروب. وفي الكلية بتقابل سويين اتنين اسمهم جاو وسومي، في بينهم خلاف وده عشان انهم اتحدوا عشان يقتلوا وحش، ولما نجحوا اخدوا البيضة السحرية لوحدهم، وسويين عايزة تاخدهم منهم. فبتتحدى زمايلها لكن بيقول لها انه ما ينفعش يتحداها، وده عشان انه دفعه اكبر منها وبيسموهم السنيور. فبيجي لها طالب من سنه تانية ويتحداها اسمه جو ديان، وده من اقوى التلاميذ في الكليه. وبيبدا التحدي وبتوجه سويين ضربات كتيره للخصم، لكن جو ديان ما بيتاثرش بيها وبيضربها ضربه قويه. فبتحاول سويين تاني لكن بتفشل وبتاخد ضربات قويه من الخصم. فبيدخل تشو بياخد سويين بره الملعب وبيكمل هو التحدي، وبيغير تشو قوانين التحدي وهي انه هيوجه ضربه قويه لجو ديان، ولو اتراجع اقل من 3 خطوات يبقى تشو خسر ماتش. وبتكون دي مهمة صعبة لأن جو ديان معاه وحش مرافق فبيستخدمه كدرع، وده بيخلي جسمه قوي جدا. وبيجمع تشو قوته وبيضرب تشيان وبينجح انه يخليه يتراجع لورا أكتر من 3 خطوات، وبينجح في التحدي وبياخد البيضة السحرية. وبيروح تشو البيت وبيقابل شوان فبيقول له انه بكره هيروحوا العالم البعدي عشان يدوروا على الكائن النادر. وبيسأل تشو ازاي يطلع وحش من مستوى اسطوري من بيضة سحرية عشان يستعمل البيضة اللي اخدها من الفارس العظمي. فبيقول له شوان ان الموضوع خطير عشان هو محتاج طاقة كبيرة جدا والا ممكن يقتل اللاعب لانه بيمتص طاقته الحيوية. وبيفكر تشوف كلامه وبيفتح اللعبة وبيجيب بيانات عن بيضة الفارس وبيلاقي انها محتاجة طاقة كبيرة جدا، لكن بيكتشف انه يقدر يدمجها مع الوحش المرافق ليه، وبالفعل بيعمل كده وبيطلع وحش اسمه النملة العظمية وبيستعملها ضد باقي الوحوش. تاني يوم بيروحوا العالم البعدي وبيستعمل شوان وحش اسطوري وهو عبارة عن نمر ابيض عشان يوصلهم المكان. وبنعرف الطريق ان مدينة ليويانج بعد العاصفة البعدية بقت متصلة بعالم مجهول وبقى اسمها مدينة بوذا. وبينزلوا في مكان تحت الارض وبيلاقوا بركة مية عليها زهرة اللوتس السحرية وبيقرروا وقتها ياخدوها، لكن المشكلة ان المية اللي عليها الزهرة بتدوب اللحم واللي بينزل فيها هيموت. فبيستعمل واحد اسمه بلو وحش مرافق فبيديله أجنحة تخليه يطير وبياخد الزهرة، لكن بتظهر زهرة عملاقة اسمها قلب بوذا وبتهاجم بلو وبتخليه يقع في المية. فبينط بلو على الزهور عشان يتجنب المية، لكن الزهرة بتفضل تهاجمه. فشوان بيستدعي النملة العظمية وبيخليها تساعد تنزل المية وتساعد بلو، والنملة مش بتتأثر بالمية. وبيركب بلو على النملة وبيوصل لمنطقة أمان وبيشكر تشو على إنقاذه لحياته.
وبيروح تشو وشوان للبيت وبيلعب تشو وبيحاول يستكشف المكان عن طريق اللعبة، ومع الوقت بيوصل مجموعة لبركة اللوتس عشان ياخدوا الزهور اللي فيها. ولما بيلعب تشو بيقتل مجموعة من الزهور وبياخد بلورة بتديله مهارة جديدة لكن ضعيفة جدا، وبيظهر قلب بوذا فبيستدعي تشو النملة العظمية وبيأمرها تهاجمه، لكن قلب بوذا بياكلها وبيقضي عليها. وبيفكر تشو في طريقه يهزم بيها قلب بوذا، فبيروح المنطقة المحظورة فريو يانج، لكن أول ما بيدخلها بيموت وبتنتهي اللعبة. فبيحاول كذا مرة وفي كل مرة بيموت أول ما بيخطي المكان وبتنتهي اللعبة. تاني يوم بيعرف شوان وتشو إن كل اللي حاول يقتل قلب بوذا بيفشل، وبيتصل والد تشو بابنه وبيقول له إن مراته الجديدة عايزة تقابله، وبيلاقي تشو إن جينج جات عشان توصله. وفي الوقت ده الشرطة بتاعت الاتحاد بتراقبه وبتعرف علاقة تشو بعيلة يانج، فبيؤمر الضابط يوان بمراقبتهم عشان يعرف سر العلاقة دي. وبيقابل تشو يانج وبترحب بيه جدا، وقبل ما بيمشي بتديله مفتاح بيت في كلية الغروب عشان يعيش فيه. ولما بيروح تشو بيته الجديد بيفضل يلعب وبيواجه الحشرات الطائرة، والمرة دي بيقدر يقتلها وبياخد بيضة سحرية جديدة فيها حشرة الطائر اللي قتلها، لأن طبعا كل وحش بيقتله بيتحول لوحش مرافق ليه عن طريق إنه بياخد البيضة وبيفقسها. ولما بيحاول تشو يفتح البيضة في اللعبة بيحس بألم شديد جدا وبينزف دم من بقه، ده عشان فتح البيضة السحرية فبيستهلك طاقة كبيرة وبيغمى عليه. تاني يوم بيشوف نتيجة اللي حصل وبيلاقي ان العملية نجحت، فبيستدعي النملة الطائرة اللي هو كسبها، لكن بيلاقيها صغيرة وضعيفة جدا وبتحتاج تاكل عشان تزود قوتها. فتشو بيأكلها وبيدمج نفسه بيها فبتديله أجنحة فبيطير بيها، وده عشان يكتشف المكان أكتر، لكن بيقابله مجموعة من الحشرات الطائرة فبتقتله. وبيخرج تشو وفي الطريق بيكون متراقب من شرطة الاتحاد، وبتقابل واحدة منهم اسمها ليزا وبتحاول تتعرف عليه، لكن تشو ما بيهتمش بيها، فبتحاول ليزا تهاجمه عشان تخطفه، لكن تشو بيتفادى هجومها وبيعرف هويتها الحقيقية وإنه متراقب من الشرطة عشان فاكرينه شريك دواكشيان. وبيتصل شوان بيه وبيسأله تشو عن الشرطة الفيدرالية اللي بتراقبه، فبيقول له شوان إنه في اسم في الشرطة مطلوب منه يعمل مهمات غير رسمية، وبيطلب تشو منه إنه يساعده يرفع المراقبة من عليه. فشوان بيطمنه وبيقول له إنه هيحل المشكلة. وبنروح لليزا والضابط يوان وبيقول لها انهم مش هيقدروا يراقبوا تشو تاني عشان جات لهم اوامر بكده. وبيروح تشو للبيت اللي اديتهوله يانج وبيكتشف ان جينج ساكنه في نفس المبنى. وفي الطريق بيقابل جو ديان اللي واجهه في الجامعه، ولما بيلعب بيحاول يدخل معبد بوذا لكن بيموت، وفي كل مره بيفضل يحاول لكن كل محاولاته بتفشل لحد ما بيتصل بيه شوان فبيقول له يجي حالا. وبنلاقي شاب هيتحدى جينج عشان هيقتل قلب بوذا، وبيستدعي وحشين من فصيلة الصقور الفضية وبيهاجم قلب بوذا، لكن قلب بوذا بيصد كل هجماته وبيقتل كل وحوشه. وبيقرر وقتها تشو وشوان وزميلهم التالت مايان انهم يحاولوا مع بعض يقتلوا قلب بوذا. وبيستدعي مايان وحش اسمه سلحفاة التنين عشان يمشي في البركة ويأمن لو حد منهم وقع، وبيستدعي شوان الدرع ووحش تاني على شكل صدفة بتطير، وبيستدعي تشو النملة العظمية وبيهاجموا هما الاتنين قلب بوذا. وبيشتت تشو انتباهها لحد ما شوان بيوجه ضربة قاضية وبيدمرها، لكن بيلاقوا جواها ضفدعة بتستمر في الهجوم فبيضربها تشو بقبضته وبيقتلها. وفي الوقت ده بيقع تشو من على الصدفة، لكن تشو بينقذه قبل ما يقع وده باستخدام أجنحة النملة الطائرة. ولما بيخلصوا بيضرب شوان مايان لأنه سابه يموت، فبيقول له ان اخوه يوباي هو اللي طلب منه يقتله. وبيسأل تشو شوان عن السبب اللي خلى اخوه يوباي عايز يقتله، فبيقول له شوان ان زمان في 6 محاربين قدروا يهزموا الوحش الاسطوري بالرغم انهم اضعف منه بكتير، والسبب ان هم في حد اداهم القوة الالهية، وفي قسم الاتحاد بيختار المحاربين اللي هياخدوا القوة الالهية، وشوان مرشح انه هياخدها، لكن اخوه يوباي هو كمان عايز ياخد القوة، والحل انه يقتل شوان. وبيعرف الناس كلها الانجاز الكبير اللي عمله تشو وشوان، وبتقرر الشرطة وقتها انها تطلع امر بالقبض عليه. وبتروح جينج لامها وبتسألها عن السبب اللي خلاها تختار تشو بدلها عشان تديله القوة الالهية، فبترفض امها الكلام في الموضوع ده. فبتقرر جينج تتحدى تشو بعد 3 شهور عشان تثبت انها اقوى منه، وبيكمل تشو لعبته وبيكسب قلب بوذا في اللعبة وبياخد بيضة سحرية. وبيلاقي تشو ان النملة الطائرة محتاجة تتغذى عشان تفضل معاه وإلا هتموت، فبيديها بيض سحري من المستوى العادي، لكن النوع ده ما بيطورش مستواها وبتكون محتاجة بيض وحوش أسطورية. وبيقابل تشو جاو
وبيطلب منه جاو انه ينضم لفريقه عشان يقتلوا زهور اللوتس الباقيه، وبيكونوا محتاجين توجيهاته لانه عنده خبره في التعامل مع النوع ده. فبيوافق تشو مقابل بيضه سحريه لوحش اسطوري عشان يغذي بيها النمله الطائره، فبيوافق جاو وبيديله واحده، وبيدي تشو البيضه للنمله الطائره، وفعلا قوتها بتزيد بشكل كبير، وبيلعب بيها في اللعبه وبيقدر يهزم قلب بوذا تاني. والمره دي بياخد حجر سحري وبيعرف انه يقدر يستعمله عشان يدخل معبد بوذا، فبيمتص قوه الحجر وبالفعل بيقدر يدخل معبد، وهناك بيلاقي كتابات لفن طاقه سحريه. لكن بيلاحظ تشو ان طاقته بتقل، فبيكمل طريقه لكن طاقته بتنتهي وبيخسر.